بشوط وتخبط كده في كوفي وبتنزل لسه فيها خطوره للزمالك، يقف عليها عيد عبد الملك، يلعب العرضيه خطيره المره دي للزمالك، اتهيأت ونزلت جعفر والغزاله بقى، والغزاله سيسي، وغزاله الزمالك لما راقت العقرب عبد الله سيسي بيسجل اول اهدافه في دور الشهداء في الدقيقه 45. عبد الله سيسي هدف اول للزمالك بيسجله كده من كوره اخطا فيها دفاع بتروجيت، والكوره اللي ضغط فيها الزمالك قدر ان هو يسجل منها. ادي الاعاده وادي الكوره عدت المره دي ونزلت. بص بقى عمر جابر سندها كده وعدت، وبص بقى عبد الله سيسي، بص بقى العقرب لما يعوز يلدغ، وبص الغزاله لما تبقى رايقه، وبص الكوره وسيسي بقى من على طول بقى بيسجل هدف اول لصالح نادي الزمالك عبد الله سيسي. لكن بص هي مكتوبه للزمالك ان هو يسجل، يعني ابراهيم يعني عمر جابر كده عدلها بكتفه وجعفر سندها وعبد الله سيسي املى ساعها في المرمى عقرب ما فيش شك. هدف لصالح عدي بتوصل ما بتلاقيش اي حد غير نور بشوط، نور قويه يا ولد، ردت وجعفر بقى، والمره دي الثاني، المره دي الثاني، رزقك يا جعفر تجيب هدف، رزقك يا جعفر تجيب هدف، وجعفر بيسجل الهدف الثاني لصالح نادي الزمالك. لكن نور السيد بتسديده قويه بحاجه بنشوفها السنه دي فيها ايجابيه لنادي الزمالك، وجعفر يتساوى في التهديف مع عمرو مرعي، وهدفه الثالث احمد جعفر بعد تسديده قويه من نور السيد. جعفر بيسجل الثاني لنادي الزمالك. ادي نور، بص بقى القذيفه وبص التصدي من المهدي سليمان، محدش مكمل خالص، شاطها جعفر. والله العظيم يا جماعه ايراد حظ ولا فدان شطاره، بص يعني هي جت في ايد المهدي ودخلت، لكن والله احمد جعفر يعني انا فاكر كده تعليقه من تعليقات اصاحبي، طبعا عارفين كلنا اصاحبي كده الكاركتر الشهير اللي على الفيسبوك، كانوا بيقولوا ايه، سيد كده بيزعق لدفاع الزمالك بعد ما ساب الكره اللي فاتت، حازم عدى اخترق حازم، لعبها حلوه عند جعفر، انفراد لجعفر يلعب بالعرض، وهي بقى نصيبها الثالث، نصيبك يا عيد، نصيبك يا احمد يا عيد تسجل الثالث بعد ما كان خطأ مستحق. لكن شوف حازم امام بيعمل ايه، شوف حازم امام بقى بيعمل ايه، وده الكلام بقى اللي بنقول عليه من اول المباراه. واحمد عيد عبد الملك هدف في الدقيقه 7 وفي الدقيقه 84 لصالح الزمالك. اهي الكوره وبص بقى جعفر، والمره دي بقى عيد عبد الملك بيسجل الثالث. بص بقى هنا حازم، وبص بقى زياد قابل معاه حتى جريكو رومان، لكن جعفر لحق، وصل كرة جعفر عدت عيد، وبأي حال أتيت يا عيد، أتيت بالهدف الثالث يا عيد، الهدف الثالث لأحمد عيد عبد الملك. واللي ياخد باله ويركز يشوف ان احمد عيد عبد الملك منذ انضمامه لنادي الزمالك في لمحه هجوميه اتغيرت بشكل ايجابي. طبعا انا اتفق مع الكابتن حسام حسن ان شيكابالا من افضل اللعيبه اللي جت على مر تاريخ نادي الزمالك.